طيب أنا عندي يعني بينكما 3 دقائق تحديدا، دقيقة ونصف لكل مراسل سواء في مدريد أو في برشلونة. جمال، ما آخر أخبار ريال مدريد غير حكايات الشنآن والارتجاج في المخ وما إلى ذلك؟ آخر فوز كان على إسبانيول 2 دون مقابل، وبالتالي نقول أجل لجولة أخرى حسم برشلونة لقب الدوري. ما آخر أخبار الريال فنيا قبل هذه المواجهة؟ صحيح. طبعا هذا ما حدث يبعد إذن فالفيردي الذي يقال بأنه لا يمكنه أن يلعب على مدى أسبوعين، وبالتالي هو مستبعد من الكلاسيكو، بينما تشواميني تدرب اليوم بشكل عادي وسيكون ضمن اللاعبين المتاحين على الأقل بالنسبة للمدرب. ثم هناك 7 غيابات ضمن ريال مدريد لو حسبنا فالفيردي: رودريغو، سيبايوس، مندي، غولير، كارفاخال وميليتاو. أعتقد بأن هذا كثير، لكن ريال مدريد شاهدناها الموسم الماضي حينما كانت أموره مستقرة، والموسم قبل الماضي عفوا حينما توج بطلا وكانت أموره مستقرة، بلغ حتى 9 غيابات ضد برشلونة وفاز على برشلونة. بالتالي الغيابات لم تعد مبررا بالنسبة لفرق كبيرة كهذه، ولم تعد مشكلة بالنسبة للريال. صحيح. تذكرنا في الموسم الماضي وصلت الغيابات حتى إلى 11 لاعبا وغالبيتهم اللاعبين الأساسيين. بس كما ذكرت في التقرير هناك خبر جيد جميل: رافينيا قد يلعب في 30 دقيقة الأخيرة كما ذكرت. لامين يامال يستمر غيابه عن الفريق. ما هي أخبار البارسا في هذا الجانب؟ طبعا بالنسبة لبرشلونة يوسف، هناك فقط غياب لامين جمال وكذلك كريستنسن، الكل متاح والكل جاهز لهذه المباراة مع عودة رافينيا. طبعا رافينيا عاد في المباراة الماضية ولكن لم يعطيه فليك دقائق لخوض مباراة أوساسونا، وحسب المعطيات تدل على أن رافينيا قد يشارك نصف ساعة ربما شوط كامل على حسب مجريات المباراة. أعتقد أنه لن يبدأ في هذه المباراة، قد يبدأ في الشوط الثاني مع احتمال أن يبدأ مرة أخرى بمشاركة أولمو وفيرمين، بيدري وربما جافي كذلك في وسط الميدان، مع إعطاء كذلك الفرصة مرة أخرى لفيران وليفاندوفسكي في المقدمة، وكذلك هناك احتمال مشاركة راشفورد. في هذه المباراة كما ذكرت في التقرير أيضا يعود كوندي بعد أن كان موقوفا. برشلونة يفكر في أن يتوج في هذه المباراة، تعرف أن التعادل يساعده ليحسم الدوري بشكل رسمي، فيبقى الفارق 11 نقطة قبل 3 جولات فقط من النهاية، ولكن الفريق يسعى للفوز، يسعى للنقطة 100 وربما يستغل الظروف. ولكن كما ذكر أيضا جمال أن ظروف الكلاسيكو دائما تكون غريبة بعض الشيء، يعني تنتظر من فريق أنه جاء بشكل صعب جدا وأن لا تنتظر منه أن يفوز، ولكن دائما يكون هناك ردة فعل وربما ينتفض ريال مدريد في هذه المباراة رغم الصعوبات. طيب. هناك عودة إمبابي، هناك كذلك وجود تشواميني، ولكن صحيح أن الأجواء ربما لا تساعد كثيرا في غرفة الملابس، ولكن دائما مباراة كهذه قد تعطي مرة أخرى انطلاقة جديدة، وقد يكون كذلك حافز بالنسبة لريال مدريد أن يمنع برشلونة أن يتوج بين جماهيره وعلى أرضه في أول كلاسيكو لريال مدريد في عودته الكامب نو الجديد. لنرى كيف هي ردة فعل ريال مدريد بعد هذه الأزمة، هل يخرج منها؟ كيف سيكون سيناريو المباراة؟